ده فلوج يوم في حياة راجعة من الشغل، ويلا بينا نكمل اللي احنا بدأناه امبارح. وفي الاول حابة اقول لكم ان انتوا وحشتوني وحشني الرغي معاكم. امبارح كنت نايمة واوضه الاطفال فله، والنهارده الحمد لله رجعت لقيتها زي ما هي، ولكن ده عشان انا قفلتها بالمفتاح امبارح. المطبخ زي ما شفنا حالته يرثى ليها، فضيت الغسالة ومليتها تاني. البنات اللي بيسألوني على التنظيفات العميقة، انا بعمل اللي مش عميقة بالعافية والله بجد. بس انا حاسه البيت مش محتاج قوي تنظيفات عميقه، يمكن عشان مش بنقعد فيه كتير، ولكن اللي نفسي اعمل فيه اي حاجه واغير منه هو المطبخ. يعني يا ريت تقولي مقترحاتكم ايه ممكن اعمله ويديه وسع واحس بتغيير فيه. غسلت الرخامه والحوض، ووالله المنظر ده بيغسلني انا من جوه. بحس ان خلاص نفسيتي بتتحسن بمجرد ان انا بشوف الرغاوي والصابون والرخامه فله بتبرق كده. نلف ظهرنا هنتفاجئ من المنظر في الرخامه التانية، ولكن شوية ترويقات ولمسات بسيطة وكل حاجة ترجع زي الفل. هي الدنيا مش نظيفة، ولكن هي كل حاجة مش في مكانها، فهو دوت اللي مبهدل الدنيا. احكولي عاملين ايه في استعدادات المدارس، انا عايزة اعرف ايه اللي انتوا نزلتوا جبتوه. ايه الحاجات اللي ممكن نشتغل بيها من السنة اللي فاتت. معلومة جديدة بعد الأمومة، اكتشفت ان العيال ما بيستخدموش نفس الشنطة بتاعت السنة اللي فاتت. انا فاكرة ان احنا كنا بنجيب على ايامينا شنطة في المرحلة، يعني المرحلة الابتدائية ليها شنطة لحين ان هي تتقطع وما يبقاش ينفع ان هي تتخيط. دلوقتي حاسة ان الوضع بقى تومة، واسعار الشنط بالاخص بقت في حتة تانية. انا اخر شنطة انا اشتريتها انا فاكرة ان هي كانت ب30 جنيه ليا، يعني ايام ما انا كنت صغيرة. بس كده انا خلصت الرخامة، بقى منظرها خطير زي ما انتوا شايفين، منظر مريح للأعصاب، ربنا يديمها علينا نعمة. كل لما بحس ان انا بتضايق من التنظيف او من الترويق او من الحاجات دي، برغم ان انا مش بتسحل قوي فيها، بس فعلا شغل مع ترويقات مع تنظيف في البيت الموضوع بيكون صعب قوي، ولكن بحمد ربنا وبقول يعني كل البهدلة ديت بتكون بسبب وجودنا، فربنا يا رب يديم علينا الناس اللي بتبهدل البيت ويفضل حسهم في الدنيا يا رب، وربنا يعيننا ويقوينا. فقرة الغسيل مطولة معانا، بس أنا طبقت آخر حاجة كانت منشورة. كل اللي أنا روقته راضية بشكل كبير عنه، وبكرة هخلص أكتر أوضة محتاجة ترويق. المهم إن احنا منجيش على نفسنا ولا نضغط نفسنا. ما تنسوش لو عجبكم فلوج النهاردة تعملوا لايك وتقولولي ايه أكتر فلوجات بتحبوها في البيت ولا برا. واستنوني في فلوج بكرة، وباي باي.